واخيرا عدنا اليكم من جديد بالجزء الجديد من حكاية الاسطورة باكي. بس الموسم ده صاحبي هيكون مختلف تماما، لان اقوى شخص في جميع العصور هيصحى من تاني. يعني بقى لا تقول لي باكي ولا اي حد. فتفتكروا كده هل باكي ومقاتلين العصر الحديث هيقدروا يقاتلوا كيان بالقوة ديت، ولا قوته هتفوقهم بمراحل؟ كل ده واكتر وهنشوفه في حكاية النهاردة. وقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى الصلاة على النبي عليها افضل الصلاة والسلام، وانزل اعمل لايك واشتراك وسيب كومنت تحفيزي. وبدون إطالة هيا بنا نفهم ما هي تلك الحكاية. بتبدأ الحكاية بمشهد تدريب عالمي بيورينا عبقرية باكي في ابتكار طرق جديدة لتعذيب نفسه. بنشوف باكي وهو واقف عند تل أو مرتفع عالي جدا عند أحد المعابد. الموضوع ما بيكونش مجرد جري عادي في المنحدر، لأن باكي بيبدأ ينط بكل قوته لتحت وكأنه قذيفة. بنشوف رجله وهي بتخبط في الأرض بقوة مع كل خطوة، وبتبدأ الحكاية تاخد منحنى تاني لما بنلاحظ ان باكي مش بيجري كده وخلاص، لا ده بينطلق دفعة واحدة باقصى سرعته لدرجة ان جسمه بدأ يفقد توازنه فعليا. لكن الصدمة بتظهر في وسط السرعة الجنونية. بنلاحظ ان باكي بيبدأ يحس بشعور غريب، شعور بيجيله هو بيواجه خطر الموت المحقق، وده لو رجله اتكعبلت. بنشوفه بيفتح بقه على اخره في مشهد لا يصدق، وبيصرخ في سر ان اللحظة وصلت. وفعلا بيبدأ يتاوب بكل برود وهو في نص الانطلاقة الانتحارية. ولان الفجوه بقت كبيره بين باكي وبين اي تحدي، لدرجه ان الموت نفسه ما بقاش بيسير حماسه. وبعدين بينزل يقف على الارض بكل سهوله وكأن مفيش اي حاجه حصلت. بنروح بعد كده لمكان تاني وبنشوف فيه اطلس بطل منظمه UAC، وهو في حاله من السقم والملل من حزام البطوله اللي هو شايله. اطلس بيوضح ان هو بقاله 7 سنين الاول في المجال ده، وان هو كسب اكتر من اللازم لدرجه ان هو زهق من الفوز. وبنشوفه في وسط الحلبه وهو بينهي خصمه بضربة واحدة قاضية، وبيبلغ الجميع انه هو خلاص مش هيكمل، اكتفى من الرياضة ديت. وده لان طموحه الحقيقي ان هو يكون الاقوى، مش بس في الرياضة ديت، لا الاقوى على الاطلاق. بنروح بعد كده للمؤتمر الصحفي، والاعلاميين بيسألوه باستغراب ليه اليابان بالذات، فبيرد عليهم وبيفهمهم ان في اليابان شخص معترف بيه ان هو الاقوى عالميا. بنشوف اطلس بعد كده وهو قاعد يتكلم مع السيد توكوغاوا اللي بيستغرب جدا من رغبته في القتال، وبيفهمه انه خلاص حقق الشهرة واعجاب كفاية من كل العالم. اطلس بيبلغه ان هو شاف المعركة اللي كانت بين الاب وابنه، وان هو الاول مرة في حياته بيشوف انسان بيتحرك بالجمال ده، وعلشان كده هو عايز يواجه الولد اللي اسمه باكي. توكوغاوا بيسأله بوضوح هل تقدر تكسب باكي؟ اطلس بيأكد له انه قطع المحيط الهادي علشان يتأكد من الموضوع بنفسه، وانه طول حياته كان نفسه يجرب القتال بدون قواعد. توكوغاوا بيضحك وبيقول له يا ابني انت في القتال الواحد بتكسب 4 مليون. لكن اطلس بيرد بثقة ان هو مش جاي هنا علشان الفلوس، بل لان نزاله مع باكي هو اللي هيكسبه لقب الاقوى في العالم. اطلس بيأكد ان هو مستعد للقتال حتى لو النهارده، وتوكوغاوا بيكدبش خبر، بيرفع التليفون يكلم باكي، وبعدين بيبلغه ان باكي وافق لان هو اصلا طالب وعنده وقت فاضي ومش هيرفض التحدي. اطلس بيتفاجئ ان القتال فعلا النهارده وكمان في نفس المكان. بيروح لساحة المعركة. اطلس بيدخل الحلبة بكامل هيبته، وفي اللحظة ديت بيظهر باكي. اطلس بيتصدم من حجم باكي الصغير، هو ده اقوى مقاتل في العالم. بيبدأ يحلل وزنه حوالي 70 كيلو، طوله ما يكملش 170 سنتي، وبيشوف ان باكي تقريبا نص حجمه. لكن في اللحظة اللي بيبص فيها في عيون باكي بيشوف قدامه وحش، كائن مرعب، كأنه حرفيا عمره ما شاف حاجة بالشكل ده قبل كده. الجماهير متحمسة، وبنشوف باكي واقف بكل برود وسط الحلبة قدام أطلس البطل العالمي اللي كأنه جبل عضلات. الكل بيلاحظ حالة الملل اللي مسيطرة على باكي في لحظة المفروض تكون قمة الحماس. الحكم بيتدخل بيعلن ان القتال مفتوح بدون اي قوانين، وبيبدأ النزال. أطلس بيقرر ان هو ينهي كل حاجة في ثانية، بينطلق بسرعة البرق قوة ضخمة علشان يسحق باكي. لكن في لحظة باكي بيختفي، وفجأة بيظهر قدامه كأنه مش بني آدم. باكي بيقرب بسرعة وبيمسك دماغ أطلس بإيده الاتنين. وهنا المفاجأة، أطلس بقوته الجبارة ما قدرش حتى يحرك إيد باكي من على راسه. وفجأة باكي بيبدأ يهز دماغ أطلس بعنف، وفي اللحظة القتال بينتهي بفوز باكي. أثناء خروج باكي من الحلبة الأطباء بيدخلوا بسرعة يعالجوا أطلس، وبعد كده بنشوف أطلس وهو قاعد
واحد بيتشمس وبيفتكر النزال، بيعترف بهزيمته وبيشرح حاجة صعبة جدا على اي مقاتل. بيقول ان باكي كان بيبذل مجهود جبار، بس في الحقيقة كان بيحاول يمنع نفسه من الشعور بالملل، وان كل اللي عمله ده كان مجرد احترام ليه كمقاتل، لانه ببساطة لاحظ ان القتال بالنسبة لباكي بقى شيء ممل. وبعدها بنشوف رئيس الوزراء سابوزاوا وهو راكب عربيته الفخمة ماشي وسط الحراس ومتنكر كمان في لبس عامل، بس المرة ديت ما كانش رايح في مشوار سياسي، لا ده كان رايح يقابل الشخص اللي ماسك خيوط القوة من ورا الستار، السيد توكوغاوا. اول ما بيوصل بنشوفه مستغرب جدا من السرية التامة اللي حوالين الموضوع. توكوغاوا بيبدأ يمهد له وبيقول له ان اللي هيشوف النهارده هو سر قومي، مفيش مخلوق على وجه البسيطة يعرف عنه اي حاجة. بنروح بعد كده وهم داخلين لمبنى مهجور شكله قديم جدا، لكن في الحقيقة ان المبنى ده مش مجرد غطاء عادي، ده واحد من اكتر الاماكن تطورا وتعقيدا ومخيف كمان. بيدخلوا اسانسير متطور بشكل مرعب، وتوكوغاوا بيفهمه ان هما دلوقتي بينزلوا لمسافة 100 متر تحت الارض وفي مكان محصن بالكامل ضد اي اختراق خارجي. رئيس الوزراء بيبدأ يحس برهبة المكان، خصوصا لما الابواب بتتفتح. بيلاقي نفسه في قاعة عملاقة جدا كأنها عالم تاني تماما، وفي وسط القاعة بنشوف عمود ضخم واصل للسقف. توكوغاوا بيقول له ده قلب المشروع واللي هيرجع هيبة ومجد اليابان من تاني. هما دلوقتي قدام برج السري تحت الارض بيضم اعظم تكنولوجيا وصل لها البشر، وتحديدا في مجال الهندسة الوراثية. رئيس الوزراء بيبص بانبهار وهو شايف الاجهزة والعلماء شغالين في صمت. بيسأل توكوغاوا عن الهدف الحقيقي من كل ده، وهنا توكوغاوا بياخده لمكان فيه انبوبة عملاقة مليانة بالسائل غريب، وبيقول له الحقيقة الصادمة، هم مش بيعملوا تجارب عادية، هم بيحاولوا يخلقوا نسخة لأشرس وأعظم مقاتل في تاريخ اليابان. توكوغاوا بيفهمه إن هم بيحاولوا يفوقوا الأسطورة الحية موساتشي مياموتو اللي هو أصلا في غيبوبة دامت لآلاف السنين، وحاليا شغالين علشان يرجعوه بقوة مرعبة من غير ما يحترموا أي قانون بشري. رئيس الوزراء بيكون مصدوم وده طبيعي جدا، لكن توكوغاوا بيكمل كلامه وبيوضح إن موساشي ما كانش مجرد سياف، ده كان سيد الفنون القتالية ومؤسسها، وإن رجوعه هو الحل الوحيد لكسر حالة الملل والضعف اللي سيطرت على العالم. نظرة الدهشة والذهول بتكون واضحة في عيون رئيس الوزراء، وكأننا بنشهد بداية عصر جديد مليان بالقوة. لكن رغم كده بيظهر عليه الرفض، وتوكوغاوا بيقول له بكل هدوء ابقى قول الكلام ده لموساشي بنفسك لما يصحى. وبنرجع بالزمن لسنة 1986، بنشوف عالم حفريات مهووس بيحكي ان اكبر حلم في حياته هو ان هو يلمس العمود الفقري لملك الديناصورات التيركس، وبيشرح معاناته مع المتحف اللي رفض رفض قاطع ان هو يقطع العظام نصين، وده لان هو كان عايز يشوف ايه اللي جواها، لكنهم كانوا مهتمين بالشكل الخارجي، لكن هو كان واثق ان في سر جوه العظم ده. وبعدها بنشوف الطفرة العلمية اللي غيرت كل حاجة لما اكتشف وجود انسجة رخوة ودم حي جوه حفريات عمرها ملايين السنين، وده خلى فكرة استنساخ الكائنات القديمة مش مجرد خيال بل حقيقة ممكنة. وبننتقل لسنة 2005، بنشوف راجل اعمال من طوكيو بيقابله وبيفتح قدامه شنطة مليانة فلوس. الشخص ده كان توكوغاوا، بيطلب منه طلب مستحيل ان هو يوقظ انسان من غيبوبة دامت آلاف السنين، وده ما كانش اي انسان عادي بل الاسطورة موساشي مياموتو. وبياخده في جولة داخل المكان، وبنعرف ان البرج الضخم اللي فوقهم واللي طوله 634 متر كان مجرد تمويه، لان هو متصمم على شريط الحمض النووي. وبعد ابواب كتير بنوصل اخيرا لموساشي غارق في نوم عميق. العالم بيعلن بجنون ان هو مستعد يكسر كل القوانين ويخالف الطبيعة نفسها بس علشان يشوف موساشي وهو بيعود للحياة بقوة الديناصورات. وفي نفس الوقت بنرجع لباكي اللي فجأة بيحس بشعور غريب جدا، بيحط ايده على صدره بيسأل نفسه هو ده صوت قلبي، لكن بسرعة بيأدرك ان ده مستحيل لان النبض ده مش بتاعه. بيبدأ يفتكر كل المقاتلين اللي واجههم قبل كده، لكن بيوصل لنتيجة واحدة، ولا واحد فيهم هو صاحب النبض ده. الشعور اللي حاسس بيه جديد تماما، وكأن في كيان مرعب هيظهر قريب. وبنرجع تاني للمختبر السري، بنشوف العلماء واقفين قدام قطعة أثرية مرعبة
الموعبة. العمود الفقري الخاص بموساشي مياماموتو بيكون محفوظ بعناية شديدة تحت رقابة صارمة لسنين طويلة. العالم جوم بيبص عليه بانبهار وبيوصفه ان هو شيء غير طبيعي اطلاقا، وبيوضح ان شكل العظام اقرب لعظام الحيوانات المفترسة الكبيرة مش انسان عادي، وان الهيكل ده بيتحدى المنطق، وبيأكد ان موساشي ما كانش مجرد انسان. القوة ديت كانت مزروعة فيه من يوم ما اتولد. وبنرجع تاني لباكي اللي بيجري ماراثون 40 كيلو في الشوارع من غير ما يهتم بالوقت او التعب، وبيأكد ان مفيش في قاموسه حاجة اسمها ارهاق، لكن رغم كده حالة الملل لسه مسيطرة عليه، وبيفضل يفكر في النبض الغريب ده. بيسأل نفسه يا ترى في مقاتل جاي يرجع للشغف. وبنروح تاني للمختبر. العالم بيصوغ بجنون بيعلن ان هما مش محتاجين ميكروسكوب لان جينات موساشي بقت واضحة بالعين المجردة. بعدها بنروح للساحة طوكيو دومي وبنشوف باكي واقف في الحلبة، لكن حالته غريبة جدا مليانة برود. بيبص لخصمه بيقول لنفسه مستحيل هو يكون صاحب النبض لان النبض ده جاي من مكان ابعد بكتير من الحلبة. باكي بيحس ان الكسل مش عايز يسيبه لدرجة ان هو مش قادر يحس باي ذرة حماس في القتال. وبمجرد انتهاء النزال بنشوف توكوغاوا وهو بيبص على باكي من بعيد بيقول له استنى يا بطل، استنى الشخص اللي هيخليك تبطل التثاؤب للابد ويرجعك لمود الاكشن. ابقى قابلني لو قدرت تعمل معاه اي حاجة. وبنرجع تاني للمختبر بنكتشف السر خلف سرعة عودة موساشي المرعبة. العالم بيفهمنا ان تطور البشر وسرعة النمو كانت ثابتة من آلاف السنين، بس ده بالنسبة للبشر العاديين، لكن مش موساشي مياماموتو لانه ببساطة عنده قدرة استثنائية تخليه يضغط الزمن بدل ما يحتاج سنين طويلة علشان يوصل لقوته الكاملة. التقنيات الحديثة خلتهم يختصروا كل ده وفي مدة من 10 ل 11 شهر، وده علشان يخرج للعالم وهو في قمة جاهزيته القتالية. بنروح بعد كده لكوهيرا وهو بيعمل تمرين التعليق المتقاطع على الحلقات بقوة جسدية مرعبة. بيبذل مجهود ضخم جدا لدرجة ان العرق مغرق جسمه بالكامل، ومع كده بيبدأ يتساءب وكأن كل المجهود ده ملهوش اي قيمة. حتى لما بيجري 100 متر بأقصى سرعته في اللحظة اللي المفروض يوصل فيها لأقصى تركيز جسمه بيفاجئه بالكسل ولا اي حاجة قادرة تحفزه. هنا بنفهم ان الموضوع مش موضوع باكي بس ولا حتى بو. طب والباقي؟ بنلاقي كوهيرا ماشي في الشارع بيسأل نفسه بضيق ليه الزهق ده كله. بيفتكر ان ممكن يكون ده مرض محتاج للعلاج. وبننتقل لمكان تاني بنشوف اوتشي واقف تحت شلال ميه ساقعه زي التلج بيسأل نفسه هل التدريب القاسي ده فعلا بيفيد ولا هو بس بيعذب نفسه تحت التلج ده. وفجأة نفس الكسل بيجيله. هو الحكاية يا جماعة؟ وبنروح بعدها المستشفى الجامعة تحديدا كده الغرفة رقم 3013 بنشوف جاك هانما وكان بيخضع لعملية تانية لتطوير العظام. هدفه المرة ديت ان هو يوصل لطول 2 متر و43 سنتي، وده عن طريق زيادة طول رجليه 30 سنتي. جاك بيقول ان هدفه يكون الاضخم والاقوى علشان يقدر يبص باستعلاء على اي مقاتل خصوصا الاب وابنه. والمفاجأة رغم الالم الرهيب اللي بيعيشه هو كمان بيبدأ يتثاءب وكأن لعنة الملل اصابت كل الوحوش مرة واحدة. بنرجع تاني لقلب المختبر. العلماء بيأكدوا لتوكوغاوا ان كل المؤشرات الحيوية لموساشي مياماموتو ممتازة. النبض طبيعي، حرارة الجسم مستقرة، وبيوضحوا ان جسده بقى مدعوم بجينات مستوحاة من الديناصورات، وده علشان يعوضوا سنين الغيبوبة. ووصل عمره الحيوي ل 32 سنة. وبعد 11 شهر و10 ايام بس وفي مشهد مليان هيبة العالم بيرفع ايده بحماس وبينادي موساشي. الانبوبة بتتفتح، السائل بينزل منها، موساشي بيبدأ يظهر للعالم من جديد. بتبدأ اسطورة موساشي مياماموتو في العصر الحديث. وبعدها بنروح لبار هادي بنشوف نايماكورو قاعد مع واحد من اتباعه المخلصين. المكان هادي جدا لكن الحوار بينهم مليان تفكير. التابع بيسأله هنفضل قاعدين هنا قد ايه، وبيتكلموا عن الحظ والحياة. ونايماكورو بيبدأ يفتح قلبه وبيتكلم عن الملل اللي بقى مسيطر على الكل. بيحكي له موقف حصل معاه وهو ماشي في الشارع وفجأة ظهر له شخص ماسك مسدس وموجهه ناحيته. الناس كلها اتجمدت من الرعب، لكن المفاجأة هو اتسائب بكل برود ولا كأن في خطر. وبكل برود مسك المسدس وكسره بايده، حدفه على الارض كأنه ولا حاجة. وقتها فهم ان الموضوع مش شخص واحد بس، ديت لعنة
لعنة الملل أصابت كل المقاتلين الأقوياء في نفس الوقت. بنروح بعد كده للمختبر السري تحت الأرض، واللحظة اللي الكل مستنيها أخيرا وصلت. الأنبوبة بتتفتح ووسط ذهول الجميع بيخرج موساشي مياماموتو. الصمت تام بيسيطر على المكان، والعلماء واقفين مش مصدقين اللي شايفينه. جسد مرعب، حجم عضلات غير طبيعي، وايدين كأنها بتتحدى المنطق البشري نفسه. توكوغاوا واقف ودموعه في عينه من الفرحة، بيأكد للجميع ان اللي قدامهم ده مش مجرد انسان، ده سيد القتال. اما توكوغاوا فبيوضح ان معنى الاقوى الحقيقي بدأ من عند الشخص ده. بنلاقي موساشي نايم بهدوء، لكن الاحساس في المكان بيقول ان هم قدام اعصار لسه ما بدأش، محارب من العصور القديمة راجع علشان يقلب موازين القوة في العالم ده كله. وقبل ما نكمل خلينا اسألك، هل تتوقع ان موساشي يقدر يتفوق على هانما او باكي؟ بنرجع لتوكوغاوا اللي واقف بهيبته قدام بركة السمك بتاعته، بيسأل واحد من المقاتلين، انت فعلا ناوي تواجه الوحش يجرو؟ توكوغاوا بيبتسم وبيقول ان بقاله فترة طويلة ما سمعش كلام فيه الجرأة ديت، لكن في نفس الوقت بيسأله ايه اللي مخليك ترمي نفسك في التهلكة؟ المقاتل بيبدأ يفتكر النزال المرعب اللي حصل قبل كده مع يوجيرو، نزال دموي قادر يسيب صدمة نفسية لأي حد يشوفه. لكن الحقيقة الأغرب، المقاتل ده مش خايف، السبب الملل، إحساس قاتل مخليه مش حاسس بأي حاجة. توكوغاوا بيأكد له إن القتال ضد يوجيرو هو العلاج الوحيد. بعد كده بنرجع للمختبر، موساشي متوصل بأجهزة من كل ناحية، العلماء بيحللوا حالته، كل المؤشرات الحيوية طبيعية. لكن المشكلة الصادمة، لحد دلوقتي بيكون عدى 81 ساعة، موساشي لسه مصحيش. عالم الحفريات بيصرخ فجأة، هو نايم، هو اللي رافض يصحى. الجو بيتحول لخناقة، العلماء بيتجادلوا، التوتر بيزيد، لكن توكوغاوا بيتدخل، بيزعق وبيوقفهم وبيقول ان العلم ليه حدود، وان احنا ناقصنا اهم قطعة في المشروع. وبص يا مزجتي، قبل ما ندخل على الحتة الجاية ديت، احب افكرك ان الانمي ده كله من وحي خيال الكاتب ولا يمد الواقع بصلة. المهم توكوغاوا هنا بيكشف السر الخطير، وهو عنده اخت، ومش اخت عادية، ديت وسيطة روحانية، لكن مش اي وسيطة كده والسلام، ديت واحدة بتتعامل مع حاجات مظلمة مرعبة لدرجة ان حتى وصفها صعب. بعد كده بننتقل لوسط المدينة، بنلاقي سوباكا اخت توكوغاوا قاعدة في الشارع وبتمارس شغلها، وبكل ثقة بتقول انا دلوقتي هستدعي روح القائد اودا. الناس بتستغرب، واحد منهم بيختبرها وبيقول طب استدعي جون كيندي كده، وبدون تردد بتبدأ الطقوس، كلمات غريبة، لغة مش مفهومة كأنها من عالم تاني، وفجأة بتتكلم ياباني بطلاقة. الراجل بيتصدم وهي بتبتسم وبتقول لما توصل لمستوايا اللغة بتبقى اسهل مما تتخيل. وفجأة المشهد بياخد منحنى تاني خالص، شاب بيقرب منها اسمه تاكيشي ياماموتو وعينيه مليانة حزن، وبيقول لها انا عايز اكلم ابويا اللي مات من سنتين. سوباكا بتبدأ الطقوس الغريبة بتاعتها، وبتعرف الولد ان هي مش شايفة روحه في العالم التاني. الواد بيتعصب جدا، بيفتكر ان هي بتهزر معاها او بتمثل عليه، لكن الصدمة هي بتستدعي روح فعلا، وتبدأ توبخ الولد كأن هي ابوه. لكن الولد بيقول لها ان هو ضحك عليه لان ابوه اصلا عايش. لكن وقتها الولد بيفتكر لما كان قاعد مع ابوه بيحكي له ان هو حصل معاه حاجة غريبة جدا، وبيقول له ان في وقت معين من اليوم فقد وعيه لمدة دقيقتين، وتهيأ له ان هو صح في مكان تاني، وبدأ يوبخه على المذاكرة اللي هو مرقمها. وقتها وهنا الواد بيأدرك بالفعل الست ديت كل كلمة قالتها حقيقة، لان هي كده قدرت تستدعي روح ابوه وهو لسه عايش. وطبعا حابب افكرك تاني يا مزجتي ان الحاجة ديت من وحي خيال الكاتب ولا تمت للواقع بصلة. وعند توكوغاوا بيختمها وبيقول ان اخته اصلا بتقدر تستدعى اي حاجة في اي وقت، حتى لو الروح ديت ميتة، حتى لو عاش بتقدر تعمل اي حاجة. ونروح بعد كده لمنتصف المدينة، بنشوف هانما وهو ماشي، كل الناس طبعا بتكون خايفة منه ببدلته البيضة، وشه وحجمه بيمثلوا القوة. وعلى الجانب التاني الغول يجري هانما اللي ماشي وكأنه اعصار بشوي في نص الشارع، ماشي بخطوات ثابتة، بوزنه اللي فوق 100 كيلو وبطوله اللي فوق 190 سنتي. كيان هالته بتجسد القوة الحقيقية، مش اي حد يقدر يقف قدامه. هالته مرعبة لكل الناس، ماشي بخطوات ثابتة كأنه هو نمر رايح علشان يفترس
الناس بتبدأ تصرخ من الخوف وكأنهم عارفين ايه بالظبط اللي هيحصل دلوقتي. حرفيا احنا قدام انفجار ملهوش اي مثيل. هانما بيبص للغول وبكل هدوء بيقوله ان هو بيعتذر عن المجهود اللي هو بذله علشان يقابله، لكن في نفس الوقت بيعترف له ان هو ما كانش متخيل ان اللقاء هيكون بالشكل المفاجئ ده. في اللحظة ديت شعر يوجو بيبدأ يقف وبيرتفع لفوق رغم وجود الرياح حواليه. المفترس اللي جواه بيبدأ يصحى، حس بشيء غريب، عدم ارتياح وترقب غير طبيعي، حاسس ان القوة اللي قدامه فيها حاجة مختلفة. على الجانب التاني توكوغاوا بيبدأ يضحك ضحكة كلها حماس، بيكون مدرك ان اللحظة اللي هتحرق حالة الملل اخيرا قربت. وبننتقل للمختبر السري تحت الارض، بنلاقي الوسيطة سوباكا واقفة قدام جسد موساشي مياماموتو. سوباكا بتبدأ تواجه حالة الجسد بدقة وبتقول للعلماء ان هما فعلا عملوا شغل كويس جدا، لكن بتوضح لهم ان هما نسوا يضيفوا بعض الاحماض الامينية والانسولين. وبتبص لجسد موساشي المدعوم بجينات الديناصورات وبكل ثقة بتعلن ان هم نجحوا في اللي كانوا بيحاولوا يعملوه، لكن علمهم وصل لحدوده. وبنبرة حاسمة بتحذرهم ان هي اللي هتفوق موساشي من غيبوبته، لكن مش بطريقتهم، بطريقتها الخاصة وخلال 5 دقايق بس كمان. بعدها سوباكا بتطلب من العلماء ان هم يسيبوها لوحدها مع موساشي لمدة 5 دقايق، لكن الجو بيتوتر فجأة، وده لما تناكا اخصائي فسيولوجيا الدماغ بيقرر ان هو مش هيسكت. تناكا بيوجه الفريق كله وبيأكد لهم ان هم علماء ما ينفعش يصدقوا الدجل والهطل ده، وبيصرخ بغضب ان وجود الست ديت بيحول المشروع من مشروع علمي لحاجة تانية خالص، وبيهدد ان هو هينسحب حالا لو سوباكا ما بعدتش عن المكان. سوباكا بتبص له ببرود تام، بتقول له ان هو لازم يبطل يبني افعاله على تصورات مسبقة. وفجأة بتبدأ تضربه في اضعف نقطة عنده، بتسأله بسخرية هو انت لسه بتعاني من مرض القباء اللي عندك؟ الصمت بيعم المكان. سوباكا بتكمل وبتحرجه قدام الجميع، بتكشف سره وانه كان متطويل بالشراب مبلول بالشاي علشان يداوي على الريحة الكريهة، وبتفكره بموقف محرج جدا لدرجة ان وشه بيتقلب حرفيا. تناكا بيتجمد مكانه لان السر ده ما كانش حد يعرفه غير شخص واحد بس، ابوه المتوفي. وهنا الصدمة الحقيقية بتضربه، ازاي عرفت؟ في اللحظة ديت بيدوك ان هو فعلا قدام وسيطة روحانية حقيقية، وبصمت تام خلاص بيسيبها تكمل، الباقي بيوافق. في نفس الوقت بنروح لمكان تاني خالص في الشوارع، لقاء القمة بيبدأ الآن. الحوار بين الغول وهانما بياخد منحنى حماسي جدا. الغول بيسأل هانما انت فعلا جاي كل المشوار ده علشان تدردش مش اكتر؟ هانما بيرد بهدوء ان هو ما كانش ناوي يضيع وقته، وبيوضح ان الدخول في القتال على طول كده شيء خشن ومش من شيم الرجال، وعلشان كده كان حابب يمهد الموضوع الاول. وفجأة طفل صغير بيظهر بطلب بسيط جدا، عايز اوتوجراف من يوجو. الكل بيتوقع الاسوأ ان يوجو هيدمر الولد ده، لكن اللي بيحصل كان صادم للجميع. يوجو بيوافق لكن بطريقة مرعبة، صرخ في الطفل وقال له ان هما مشغولين دلوقتي، وبايده قطع اللوحة اللي معاه. الطفل بيجري وهو مبسوط مش مرعوب من اللي حصل، بيكون مبهور. هانا بيبتسم وقال ليوجو انت فعلا شخص مميز، لان الشخص ده استمتع باللحظة ديت اكتر من اي اوتوجراف عادي. وهنا المعركة بتبدأ. يوجو بيبص لهانما وبيطلب منه يضرب الضربة الاولى علشان تكون المواجهة عادلة. هانما الوحش اللي اتولد بقوة فطرية، اللي شايف ان التدريب مجرد غش، بيبدأ يركز كل طاقته في ضربة واحدة بس. احد الشهود وصف اللحظة وقال ان ديت ما كانتش مجرد لكمة، ديت كانت رمية بيسبول محملة بكل القوة اللي ممكن يتخيلها عقل. بعد كده هانما ضربته بتخبط في وش يوجو، صوتها كان زي انفجار مكتوم. الكل توقع ان راس يوجو هتطير من مكانها، لكن الصدمة يوجو بيفضل واقف مكانه بيضحك بابتسامة شيطانية. هانا بيحاول يضربه تاني لكن الضربة ما بتوصلش. يوجو بيبص له بكل برود بيفهمه ان جسمه بدأ يستجيب للخطر، خلاياه بدأت تتكمش. وفي لحظة خاطفة يوجو بيمد ايده بيهجم على هانما. بنرجع تاني للمختبر واللحظة الحاسمة وصلت. سوباكا بتبدأ استدعاء روح الأسطورة موساشي، ملامحها بتبدأ تتغير بشكل مرعب، عينها بتلمع بنظرة حادة كأنها بتخترق أرواح اللي حواليها، وإيديها بتتحول لوضعية قتالية احترافية جاهزة للرد على أي هجوم في جزء من الثانية. العلماء بيلاحظوا التغيرات، الأجهزة بتبدأ تقرأ أرقام مجنونة ونبضات المخ بترتفع بشكل غير طبيعي. وفجأة المعجزة بتحصل، ندبات وجروح المعارك القديمة بتبدأ تظهر على جسد مستنسخ كأنها بتترسم من جديد قدام عيونهم. سوباكا بتصرخ صوخة مدوية
قوية. وفي اللحظة ديت روح موساشي مياموتو بتستقر داخل الجسد. موساشي بيفتح عينه وبيقوم بكل هيبته، بيمسك سوباكا بايد واحدة بيرميها ناحية العلماء. بكل برود بيبص لهم وبيقول لهم ان هو مش هياخد ارواحهم، لكن بالشوط واحد يجيبوا على اسئلته. موساشي بيفضل يسأل لمدة ساعتين كاملين عن العصر، المكان، الناس ديت، وليه تم استدعائه اصلا. هنا بيتدخل توكوغاوا وبكل احترام بيقول له مش مطلوب منك اي حاجة، كل اللي احنا عايزينه انك تفضل زي ما انت المحارب الاسطوري موساشي مياموتو. توكوغاوا بيقول له ان هو نفسه يشوفه وهو بيقاتل. موساشي بيرد بهدوء ان هدومه الحالية ما تسمحش بكده. العلماء على طول بيقدموا له ملابس مفصلة مخصوص ليه. في نفس الوقت بنروح لباكي هانما اللي قاعد لوحده وبيحس فجأة بتغير غريب في جسمه. باكي بيدرك ان حالة الملل اللي كانت عنده اختفت تماما. النبض المرعب اللي كان حاسس بيه بدأ يقرب واسرع من الاول كمان. باكي بيبدأ يتخيل، بيقول لنفسه يا ترى مين الشخص ده؟ هل هو مجرم محكوم عليه بالاعدام ولا محارب جاي من العصور القديمة؟ لكن في النهاية بيأكد لنفسه ان هو مستعد لأي حاجة. بعد كده بنشوف موساشي خارج مع توكوغاوا في جولة في شوارع طوكيو الحديثة. موساشي في حالة انبهار وصلت لحالة الصدمة. الأرض الأسفلت كأنها طريق حجري ممتد بلا نهاية. المباني العملاقة بتناطح السحاب، الأنوار بتلمع كأنها جم مشتعل. موساشي بيبدأ يلاحظ التطور، الغرف اللي بتتحرك لفوق وتحت، الأسانسير يعني، البيوت اللي بتجري أسرع من الخيول اللي هي العربيات، البرج اللي وصل للسماء. بيبص لتوكوغاوا وبنبرة فيها انكسار بيقول له ان هو حاسس بضياع قدام كل التقدم اللي موجود. توكوغاوا بيفهم ان موساشي محتاج مكان بينتمي ليه، فبياخده لمكان تاريخي، ساحة القتال القديمة. اول لما موساشي بيدخل بيحس براحة غريبة، بيقول ان ده المكان اللي بينتمي ليه فعلا. توكوغاوا بيبلغه ان في حد مستنيه جوه، وبنشوف شخص واقف ماسك سيفه بثبات. الشخص ده هو اقوى سياف في اليابان. توكوغاوا بيعرف موساشي عليه وبيقول له ده هو سابو، محدش قدر يكسر شوكته قبل كده. اللقاء ده بيجمع بين اسطورتين. توكوغاوا بيبدأ يشرح قوة السياف ده مرعبة، لقبه السفاح ومش مجرد لقب عادي. في اشاعات بتقول ان هو قضى على اكتر من 20 شخص بسيفه. وتوكوغاوا بيضيف ان هو في اليابان بل في العالم مفيش حد قدر يقتل العدد ده كله بالسيف. سابو بدأ يحس بقلق رهيب وهو باصص لموساشي مياموتو بيسأله باستغراب مين الشخص ده. لكن توكوغاوا بيرد بسرعة وبنبرة حازمة احنا متفقين مفيش اسئلة قبل النزال. وفجأة سابو بيعلن بكل صراحة ان هو مش هيقبل بالنزال ده، ويوضح لتوكوغاوا ان هو رغم ان هو كبر في السن مش ناوي يوم حياته في التهلكة. سابو بدأ يشرح ورعب واضح في صوته. من اول لحظة دخل فيها الحلبة اتقطع 7 مرات، وده من غير ما موساشي يتحرك حتى. وبيبدأ يوصف اللي حصل بالتفصيل. بيقول ان اول ضربة حس بيها كانت هاشمونجي، ضربة قسمت جسمه نصين من راسه لحد اسفله كأنه بيتشق على شكل رقم 8 بالياباني. وبيكمل الضربة التانية كانت في رقبته، التالتة في كتفه قطعت جسمه بالكامل، الرابعة فصلت جسمه من النص، الخامسة كانت في صدره، السادسة ضربة مائلة عرضية. اما الضربة السابعة والاخيرة فكانت في صدره وكتفه واخدت معاها دراعاته الاتنين. الصمت بيسيطر على المكان. موساشي بيبتسم بهدوء ووقار بيقول له انا بشكرك على عدم مقاومتك، خليت الضربات تبقى نظيفة. سابو بيتجنن من الكلام ده بيصرخ انا عملت كل اللي اقدر عليه، انا دافعت، حاولت، استخدمت كل قوتي. توكوغاوا بيسأله بدهشة ازاي موساشي قدر يقطعه وهو اصلا مش ماسك سيف. وفي اللحظة ديت موساشي بينفجر في الضحك بيقول انتوا فاكرين بجد اننا محتاجين سيف علشان نقطع؟ وبهدوء بيطلب من سابو يديله السيف اللي معاه، وفعلا بيمسك السيف بيخرجه من غمده وبيرجعه تاني بسلاسة. موساشي بيلاحظ حاجة غريبة، السيفين اللي مع سابو نفس الطول، وده عكس الطبيعي لان المفروض يكون فيه سيف اقصر من التاني. توكوغاوا بيطلب منه يوريهم تقنية. موساشي بيبتسم وبنبرة فيها رعب خفيف بيقول تحبوا اقتل مين فيكوا دلوقتي؟ بيسود الصمت وبعدين بيكمل السيف ده شكله حلو من الخارج لكن معدنه مش نقي، مستحيل اقتل بيه حد بجد. وفجأة مجرد ما بيهز السيف السيفين بيتكسروا. مشهد غير منطقي. سابو بيفضل واقف مصدوم مش مستوعب ان سيوفه اتكسرت بالشكل المذهل ده. موساشي بيبصله وبيقول اسمي هو موساشي مياموتو
مياموتو. توكوغاوا بيأكد له ان هو فعلا الشخص اللي بيفكر فيه، لكن سابو بيرفض يصدق وبيقول انتوا بتهزروا يا جماعه من موساشي ياماموتو، وبيسيبهم وبيمشي. بنروح بعد كده لباكي هانما، بنشوفه بيضحك بمتعه واضحه وهو بيسمع من توكوغاوا عن معركه الغول يوجو مع هانما. باكي بيقول ان هو كان عارف ان مفيش حاجه هتكسر الملل ده غير القتال مع ابوه. توكوغاوا بيحكي له ان يوجو قال له ان خلاياه كانت بتصرخ من الخوف وهو مش واخد باله. وبنشوف لقطات من القتال، هانما بجسمه الضخم اللي وزنه يتعدى 350 باوند بيطير جوه المكان كأنه هو واقف الهوا بعد ضربه من يوجو. وفجأة باكي بيحس بشيء تقيل ومرعب، الاحساس جاي من الباب اللي جنبه. بيبص لتوكوغاوا بيسأله مين اللي خلف الباب ده. باكي بيدرك فورا ان الاحساس ده مش طبيعي، ده مش انسان عادي. وبيسأله هو انسان فعلا ولا كائن تاني؟ انتوا جايبيننا علشان تقتلوه ولا علشان ترهبوني؟ وفجأة موساشي بيظهر خلف باكي بيهجم عليه، لكن فجأة بيحس ان رجليه اتقطعت. بيبص تحت بيلاقي رجليه زي ما كانت. في اللحظة اللي عيونهم بتتقابل فيها كل واحد فيهم بيشوف حاجة مختلفة تماما. باكي بيشوف انفجار نووي ضخم، اما موساشي فبيشوف وليمة مرعبة، اكل بلا نهاية ممتد لحد الافق، كأن باكي بالنسبة له فريسة دسمة. موساشي بينبهر جدا بذكاء باكي، بيبص له باستهزاء خفيف بيقول له انت نينجا، انت ازاي قدرت تحس بيا؟ باكي بيبدأ يكلم نفسه بذهول، بيحاول يستوعب هو اللي قدامه فعلا موساشي مياموتو. في اللحظة دي توكوغاوا بيدخل في الكلام، بيأكد له ايوه هو ده موساشي مياموتو فعلا. لكن باكي ما كانش محتاج اي دليل لانه هو كان حاسس بيه بكل ذرة في كيانه. وفجأة باكي بياخد وضعية دفاعية بسرعة رهيبة. موساشي بيبتسم بيمدحه، انت فعلا قدرت تتفادى الهجوم اللي وجهته ليك بعقلي. بعدها موساشي بيقترح ان هم يطلعوا يكملوا المواجهة في الخارج، وهناك بيسألوا باكي هتقاتل وانت اعزل كده؟ هو بيشرح له ان المقاتل لما بيوصل لمستواه جسمه نفسه بيتحول لسلاح، يعني مش محتاج سيف، انت بنفسك السيف. وبيبدأ يعمل حركة بايده كأنه بيطلع سيف خيالي. باكي بيتصدم، بيدرك حاجة تانية، ان هو في مستوى تاني من القوة، هو اصلا ما كانش يعرف ان هو موجود. موساشي بيبدأ يقيمه، بيبص لتوكوغاوا وبيقول سريع موهوب، لكنه مش محارب بالمعنى الحقيقي. وبتبدأ المواجهة، موساشي بيمسك باكي وبيرفعه من رجله، بيبدأ يدمر عضلاته بحركات عنيفة، صوت تكسير العظام بيملى المكان. موساشي بيقول له رغم ان انت لسه طفل الا انك مقاتل كويس، لكن ديت معركة موت حقيقية. وفجأة بيعمل نفس الحركة اللي عملها بالسيف وبيرمي باكي على الارض بعنف. باكي بيقع فاقد الوعي تماما. موساشي بيبص عليه بيعترف ان هو اقوى بكتير من اي سياف عادي. بعد شوية باكي بيفوق وبيحس بآلام الهزيمة، بيفهم ان كلمة قوة مش كفاية توصف موساشي، وان اللي حصل ما كانش مجرد قتال، ده كان قمة فنون القتال. بعد كده باكي بيروح لموساشي وبيلاقيه بيتضرب بالبامبو. موساشي بيكسر اعواد البامبو بضربات سريعة وقوية، حركاته زي تلويح السيف بالظبط. البامبو بيتقطع كأنه شرائط. باكي بيبص له بذهول وبيفتكر الاساطير ان موساشي بيقدر يدمر البامبو ومش بلكمته حتى، ده مجرد الهواء اللي بينتج عن اللكمة. باكي بيسأله ايه هو هدف التمرين ده؟ موساشي بيرد ببساطة التمرين هو التمرين، واي سياف حقيقي لازم يتمرن علشان يضمن الفوز. باكي بيطلب نزال تاني لكن موساشي بيرفض، بيقول له المفروض انك كنت ميت دلوقتي، كنت فاقد الوعي مكشوف تماما. عارف ده معناه ايه؟ كنت اقدر اقتلك مش مرة ولا حتى 2 بل مئات المرات. في اللحظة ديت باكي بيحس بالخجل لان فلسفة موساشي القتالية مختلفة تماما عن فنون القتال الحديثة. موساشي بيبص له وبيطلب منه، بيقول له وريني مهاراتك. باكي بينفذ، يضرب البامبو برجليه بسرعة مرعبة، البامبو بيتقطع. موساشي بيمدحه على السرعة لكن بيأكد تاني انت مش محارب. في النهاية موساشي بيقول انه يخرج يشوف العالم رغم اعتراض توكوغاوا وباكي، وبيقولوا له مستحيل تخرج دلوقتي. لكن باكي بيتحرك فجأة، بيضرب جاب سريعة جدا، وفي سره بيقول انا اسرع من الضوء. وهنا بندخل فلاش باك مرعب، الغول بيكون واقف بيشوع عبقرية السرعة في القتال لباكي. الغول بيقول ان في ضربات بتوصل لسرعات خرافية زي قبضة الصقر او القبضة الطائرة، لكن بيكشف السر الحقيقي لو خصمك مستعد مفيش سرعة في الدنيا تقدر تلمسه الا في حالة واحدة، الجاب، الضربة
الضربة المستقيمة السريعة. نرجع للحاضر في ساحة القتال. باكي بيطبق الكلام عمليا، بينطلق زي رصاصة في اتجاه موساشي، بيوجه له جاب مرعبة مباشرة في وشه، وفجأة موساشي بيقع على الأرض في مشهد لا يصدق. باكي بيبص لموساشي وبكل برود بيقوله في الثواني الأخيرة كنت أقدر أقتلك 3 مرات على الأقل. موساشي بيقوم وضع عليه الانبهار، بيعترف بكل هدوء باكي فعلا كان يقدر ينهي حياته. وبيبدأ موساشي يحلل اللي حصل، وبيقول إن هو حس بوجود باكي قبل الضربة كأنه لمسه قبل ما يهاجمه، والسبب إن باكي عنده هيبة قوية بتخليه سهل القراءة. موساشي بيكمل وبيشرح الإحساس الغريب اللي مر بيه. الأرض كأنها بدأت تميل تحت رجليا وكأنها بترتفع من الناحية الشمال، ومجرد ما حاولت أتصدى حسيت إن جسمي بقى ميت إكلينيكيا لثواني وفقدت الوعي فعلا. وهنا المواجهة بتبدأ تاخد شكل جاد فعلا. موساشي بيعرف نفسه أنا موساشي مياموتو، وباكي بيرد بكل احترام، لكن فجأة نبرة موساشي بتتغير وبيقول من اللحظة ديت مش هتهاون معاك. موساشي بيبدأ يستخدم أسلوب الحقيقي، مدرسة نيتن إتشي اللي بتعتمد على فنون القتال بسيفين. باكي بيبدأ يحس بشيء غريب، خوف ممزوج بالفضول. بيقول لنفسه لازم استمتع لأن هو دلوقتي في مواجهة مع أعظم سياف في التاريخ، وحاجة زي ديت مش هتتعاد. وهنا ينكشف السر الحقيقي لقوة موساشي، نظرية النصف الثانية. الوعي البشري بيوصل متأخر نص ثانية عن إشارة المخ، يعني الإنسان بيفتكر إنه بيتحرك بإرادته، لكن الحقيقة إن المخ بيبعت الإشارة قبل القرار بنص ثانية. موساشي هو الشخص الوحيد اللي يقدر يلقط الإشارة ديت قبل ما الخصم نفسه ياخد باله، وعلشان كده يقدر يصد أي هجوم حتى لو أسرع من الضوء. وبالفعل بيصد هجوم باكي في لحظة، وفجأة باكي بيتقطع بالسيف وهمي، نشوفه بيتألم وبيصرخ. ضربة موساشي كأنها قطعت أوصاله بالكامل. موساشي بيضحك بهيبة وبيقول له إن هو منبهر لأن باكي قدر يهاجم رغم الضغط اللي عليه، لكن في نفس الوقت بيفهمه إن هو لسه عنده رغبة في الاستمتاع. وبعدها بيمشي. في اللحظة ديت باكي بيقع على الأرض. ننتقل بعد كده لموساشي، كان ماشي في شوارع شيبويا وبيشوف العالم الحديث من وجهة نظره. شاشات عملاقة بتتحرك، الناس ولا مهتمة، مباني شاهقة بتوصل للسماء كأنها بتتحدى المنطق. موساشي بينبهر وهو شايف القطار بيتحرك بسرعة البرق، أسرع من أي حصان شافه في حياته. مش قادر يستوعب إزاي كل التقدم ده اتعمل بإيد البشر في 400 سنة بس. وفجأة بيحس بإحراج لأن هو ماشي حافي من غير أحذية، بيحاول يهدي نفسه، بيقول المقاتل ما ينفعش يرتبك. لكن فجأة بيقرب منه 2 من رجال الشرطة بيطلبوا منه تحقيق شخصية. موساشي بيبص لهم باستغراب، بيفكروا ان هم عايزين خطاب تعويف او توصية، ولما بيسألوه اسمك ايه وتاريخ ميلادك بيرد بكل هيبة اسمي موساشي مياموتو، مواليد السنة ال 12 من عصر التنشو. الشرطة بتفتكر ان هو تحت تأثير المخدرات. موساشي بيستغرب الكلمة لان هو اصلا ما كانش موجود في عصره. الموضوع بيتصاعد بسرعة، موساشي بيسيطر عليهم وبيضربهم بحركات سريعة من غير ما يقتلهم. ننتقل بعد كده لباكي قاعد لوحده وبيفكر في اللي حصل، بيأكد لنفسه ان ده مش حلم لان اثار ضربات موساشي لسه مرسومة على جسمه بوضوح. باكي بيبدأ يستوعب الحقيقة، موساشي هو اصل مفهوم القوة في اليابان، وان قوته مش بس في قبضته لكن كمان في قدرته على قراءة الافكار. وفي عصره الهزيمة ما كانتش معناها استسلام ولا ضعف، الهزيمة كانت معناها حاجة واحدة بس، الموت المحقق. باكي بيحس ان هو شخص محظوظ جدا لان هو قدر يقابل انسان من العصور البدائية زي بيكل، ودلوقتي واقف قدام اعظم صياف في التاريخ موساشي مياموتو. باكي بيوصل لنتيجة حاسمة ان الوقت جه علشان يعرف مين الاقوى فعلا. وفي نفس الوقت بنشوف موساشي كان واقف بيضرب 2 من رجال الشرطة كمان لما حاولوا يوقفوه بسبب تعديه عليهم. نرجع لباكي وهو بيبدأ يتمرن على الكاتب
كاتا بيشرح ان الكاتا في اليابان هي رسالة من المعلمين القدامى للاجيال الجديدة، وان هي جوهر الفنون القتالية اللي بتخلي روح الاستاذ تعيش للابد. باكي خلاص حسم الامر، لازم يطور الكاتا بتاعته علشان يقدر يواجه موساشي في المستقبل، ويأكد ان الكاتا مش مجرد حركات، دي هي بحث عن التنفيذ المثالي والدقيق لكل حركة. ننتقل بعد كده لنشرة الاخبار اللي بتعرض فيديو لموساشي وكان بيدمر 5 من رجال الشرطة في شيبويا. الخبر بينتشر زي النار في الهشيم، الشرطة بتعلن حالة الطوارئ القصوى. نبدأ نشوف ردود افعال الوحوش التانية. دوبو قاعد في صمت مع ابنه بيتابع الاخبار بهدوء تقيل. جاك هانما بيتفرج بدهشة وهو بيحقن نفسه، وفجأة بيضرب السقف وبيسأل مين الشخص ده. اما شيبوكاوا فبيحس بالاهانة لان مستوى موساشي خلاه يحس ان هو مجرد هاوي او مخادع. ونختم مع موتوبي اللي بيقول انه كان حاسس بالخطر من السنة اللي فاتت، لكن دلوقتي ادرك حجم الكارثة وياخد عهد على نفسه انه هيحمي الكل بما فيهم باكي، دوبو، شيبوكاوا، حتى الغول، وكل ده من الكائن اللي اسمه موساشي مياموتو. بعد كده بنشوف 2 من كبار المحققين الشرطة ماشيين ورا شخص بمواصفات غريبة جدا، شعره طويل متبهدل، لبس ياباني تقليدي، ماشي حافي في وسط الشارع. المحققين بيفهموا ان ده نفس الشخص اللي اتبلغ عنه في الاسم، والاغرب من كده ان هو مش بيحاول يغير شكله، كأنه عايز الناس تشوفه وتعرف مكانه. واحد منهم بيقول للتاني الشخص ده هو اعظم سياف في العالم، وفجأة موساشي بيقف بيبص عليهم. المحققين بيتجمدوا من الرعب، بيحاولوا يكملوا مشي كأنهم عاديين، لكن الصدمة بيكتشفوا وجهتهم هي بيت توكوغاوا. وفجأة موساشي بيقفز وبيطلع على سطح احد البيوت وبيختفي تماما. المحققين بسرعة بيبلغوا القيادات الوضع خرج عن السيطرة ودخل في نطاق نفوذ توكوغاوا. ننتقل بعدها لمكتب توكوغاوا، نلاقيه قاعد مع مدير الشرطة. المدير بيقول له بقلق في متسلل جوه القصر، لكن توكوغاوا بيرد بهدوء تام انا عارف مش مهتم. بيطلب منه انسى الموضوع. المدير بيتوتر، بيقول له الشخص ده متهم بجرائم خطيرة جدا، لكن توكوغاوا بيقطع وبيقول له بسخرية تقصد السيد موساشي. بعد كده بيصدر امر مباشر وابوه من بعيد لكن ممنوع التدخل، وبيكمل وصل الرسالة ديت لشونزو اتسومي، شخصية مدير الامن العام في اليابان. وبكل هيبة بيختم كلامه ده امر توكوغاوا. بنرجع تاني لبيت توكوغاوا، بنشوف دوبو قاعد بيشرب قهوته مع توكوغاوا. توكوغاوا بيسأله ايه الاخبار الجديدة اللي بتتقال. دوبو بيرد ان هو عارف ان الشخص اللي ظهر ده مش بتاع كاراتيه ولا جودو، وانه بيقاتل بطريقة مريحة جدا ومختلفة عن اي حاجة اتشافت قبل كده. دوبو بيبدأ يحلل قوة موساشي، بيقول ان سرعته في سحب السيف والهجوم اكتر من ضعف اي سياف عادي. توكوغاوا بيسأله انت مصدق فعلا ان ده موساشي الحقيقي؟ دوبو بيرد بهدوء حقيقي او مزيف مش مهم، المهم ان المهارة اللي قدامنا حقيقية ومرعبة كمان. في اللحظة ديت بيدخل موساشي وبيقول ببساطة انا جعان يا جدعان، لكن اول ما بيشوف ان فيه ضيوف بيعتذر بهدوء. توكوغاوا بيبتسم وبيعوفه على دوبو، بيسأله ايه رأيك في الشخص اللي قدامك؟ موساشي بيبص لدوبو وبكل برود بيقول اقدر اخلص عليه قبل ما الاكل يجهز. توكوغاوا بيضحك بيقول له انت بتقول ان دوبو حاكم الفنون القتالية مجرد فاتح شهية، لكن دوبو ما بيفقدش اعصابه، بالعكس بيبان عليه اعجاب شديد ان الاسطورة اللي كان بيقرأ عنها قاعدة قدامه دلوقتي، وكمان بتقول ان هي تقدر تقتله. فجأة موساشي بيكشف سر غريب، بيقول لتوكوغاوا من اول ما دخلت الغرفة حاولت هاجمه 3 مرات، لكن كل مرة ايد خفية كانت بتمنعني. توكوغاوا بيقول لهم ان هم يروحوا الدوجو ساحة التدريب علشان يصفوا الموضوع هناك. توكوغاوا بيدي فرصة لدوبو ان هو يعرف نفسه بطريقته. بنشوف دوبو واقف بيبدأ استعراض مرعب لقوة الكاراتيه، بيكسر اوعية خشبية، بيحطم زجاج، بيدمر اعمدة صلبة. رد فعل موساشي كان صعب، بيقول له اللي شفته ده ملهوش علاقة بالفنون القتالية، ده اقرب للرقص. وبيسأله ببرود ايه فايدة تكسير الخشب والاحجار. دوبو بيتعصب وبيسأله انت بتسخر مني يلا. بيهجم عليه فجأة لكن موساشي بيلمس راسه بخفة، بيقول له كنت بهزر، بس
بس فعلا لاحظت فيك حاجة في ضرباتك كأنها بتواجه اكتر من شخص وقوتك تقيلة. دوبو بيحس بالاهانة، بيقول له بطل مجاملة، الهزار في نص القتال اهانة، وهنا المواجهة الحقيقية بتبدأ. دوبو بيدخل بكل سرعته، لكن فجأة بيحس باحساس مرعب كأن في نصل سيف موجه مباشرة لرقبته. موساشي بيضحك، بيكرر قتالك مجرد رقصة، وبيعمل حركة خيالية كأنه بيقطعه نصين، وبعدها بيديله ركلة توقع على الأرض. لكن دوبو بيقوم تاني. موساشي بيستغرب، بيسأله لسه واقف ليه؟ دوبو بيرد بهدوء لأن جسمي لسه شغال، وانت غلطت لما هاجمتني من غير سيف حقيقي. موساشي بيلتفت لتوكوغاوا، بيسأله عندك سيف حقيقي؟ توكوغاوا بيبتسم. خلاص هينهي الجدل، بيدي موساشي الكنز الوطني كنتو، سيف اسطوري علشان القتال يوصل لأعلى مستوى. موساشي بيمسك السيف بيمدحه. دوبو بيرد ايدي رجلي برضه سيوف. توكوغاوا بيحاول يوضح له ان اللي قدامه هو موساشي مياموتو الحقيقي، لكن دوبو مش مهتم وبيهجم مرة تانية. وفي لحظة السيف بيخترق وجه دوبو، لكن فجأة ان هو مجرد جرح سطحي، لان في قاعدة اساسية في القتال بالسيف موساشي بيشرح عليه. مش كفاية تضغط بالنصل، لازم تسحبها علشان الجلد يتفتح.